عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. شنو حوالكم؟ لاباس؟ اليوم رجعت لكم بوصفة معشوقة الجماهير في تونس، وصفة للأفراح والمسرات، الكسكسي تاع الأفراح. إن شاء الله أيامكم كلها أفراح، وإن شاء الله أيامكم كلها زينة، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب. نبداو بالمكونات نتاعنا. اول حاجه شنو نعملوها هي تفويح اللحم. ماذا بينا وقبلها بليله، يعني ماذا بينا قبل بليله يعني تفوح اللحم نتاعك. عندنا لحم بقري، عندنا 3 روس بصل صغيرين، و5 فصوص ثوم، مغرفتين طماطم معجونه، ومغرفه هريسه حليتهم في ماء دافي، يعني حليتهم في الماء. كاس الا ربع زيت زيتونه ولا زيت عادي، كل واحد وكيفاش يحب. البهارات نتاعنا عندنا يعني كل البهارات اللي نحطوها في الافراح نتاعنا وفي المناسبات تبدا يعني حاجات بسيطه، لكن سر النكهه نتاع الكسكسي تاع الافراح هو عود قرنفل مرحي، كرويه، فلفل مهروش، نعناع شايح، قرفه، فلفل اكحل، ملح، تابل، فلفل احمر، كركم. هذه الفحات اللي استعملتها اليوم في وصفتنا. نبداو نفوق اللحم، نحط المكونات الكل على اللحم. بعد ما نعملوا له مساج بالكدا، الزيت ما حطيتوش بالطبيعه باش اللحم يتشرب النكهات نتاع البهارات اللي حطيناها الكل. بعد غطيت اللحم، حطيته في الثلاجة لمدة على الأقل ساعتين. يعني انت المفروض يعملوه بقبل بليلة باش يتشرب النكهة نتاعو، باش يجينا بنين ويجي راوي اللحم، وهذاك سر البنة نتاع الافراح. واهم حاجة رشة عود القرنفل المرحي هو اللي يعطي النكهة الكل. الزيت ما حطيتوش بالطبيعة، الزيت توا شو نحطو كي نجي نطيب يعني. في الطياب كيفاش ما يطيبش كيما مالفين نعملو. هذايا الحمص نتاعنا عملتو سمطته في شويه ملح وكركم، خليته يتسلق ويطيب بالكدا. حطيت الطنجره نتاع المقفول فوق الغاز، خليتها معبيه بالماء، يعني مش معبيه، يعني الكميه اللي احنا محتاجينها. حطيتها تسخن تغلي. الكيس الربع نتاع الزيت اللي وريته لكم الاول، هذاك خديت منه شويه للكسكسي. الكسكسي هذا كسكسي عوله، يعني كسكسي ديالي نتاعنا نعملوه في الدار، عوله العام. غسلت الكسكسي وحطيت له شويه زيت، وكل الماء اللي حطيته يغلي حطيت فيه بقيه الزيت نتاعنا، زيت زيتونه. واللحم نتاعنا حطيته في الماء هكاك، يعني ما نقليوهوش، يتحط في الماء. بعد الماء ما يغلي نحطوا الزيت ونحطوا اللحم اللي هو مفوح قبل بليله. هذاك سر النكهه نتاع يعني الكسكسي الافراح، ما هوش كيما الكسكسي العادي. نخليو المرقه تطيب في راحتها، ونخليو اللحم يطيب بالكدا اللي يهبى مره واحده، واللي يبدا طري وما يعني هذايا سر النكهه نتاعنا الكل. هذايا الحمص نتاعي طاب. الكسكسي بالطبيعه فوحته، عملته شويه فلفل اكحل، شويه قرفه، وكا الزيت هذاك، وخلطته مليح وخليته على جنب لحد ما تغلي المرقه تاع اللحم. واللحم على خاطر بحكم كان في الثلاجه برد لي الماء، معناها فيلزم يقعد يغلي، يعني دوب ما يغلي هكايا. نخليه يغلي غلوتين باهين. ومن بعد شو نحط الكسكاس نتاع الكسكسي يفور فوقه. ما نحكي لكمش على الريحه، وما نحكي لكمش على البنه، كأني في دار عرس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله ايامكم كلها فرح، وان شاء الله ايامكم كلها زينه. بالحق يعني واحد كي يشتهي حاجه، الغربه ما ثميش غربه مع نوقه، ما ثميش غربه. يعني واحد يشتهي حاجه يعملها في الدار بالحق، يعني تحس البركه تعم في الدار، وتحس الريحه نتاع الافراح والمناسبات نتاعنا واللمه وكل شيء. محليها الحاجه التونسيه التقليديه.
هذا الكسكسي كما قلت لكم بعد ما غسلته وعملت له عملت له الزيت وعملت له شويه فلفل اكحل وشويه ملح وشويه قرفه، شويه قرفه مرحيه. هكايا كسكسي الافراح يتعمل. خليت اللحم يطيب بالكدا يعني نص طياب، وبعد حطيت عليه الكسكسي. نعملو حفرة في الوسط باش يطلع البخار ويطيب لنا الكسكسي بالكدا. نعملو ماذا بينا هكا شوية حفر بالمغارفة نتاعنا باش كي يفور كله كيف في نفس ياخو نفس السوا في الاتجاهات الكل. نغطيه ونخليه يطيب ونخليه على جنب يطيب. الحمص نتاعي بعد ما طاب مشيت جبت الزبيب نتاعي غسلته وحطيته مع الحمص باش يتنفخ لي بالكدا. توا اللحم طاب، الكسكسي فار التفويره الاولى، حطيت له نسقيه بالمرقه نتاعو، نسقيه بالمرقه نتاعو ونخليه يشرب المرق بالكدا، ومن بعد نحركه ونعاد نرجعو يفور تفويره الثانيه. كالعادة نعملو الحفرة هذيك باش يخرج البخار وكل شيء. انا في نفس الوقت مادام قلت انه باش نعملو كسكسي الافراح ما يجيش من غير طاجين، وانا بصراحة توا يعني بخلت باش نعمل طاجين. عندي باركيت حاضرين هنايا، قلت نعمل حشوة نتاع باركيت منها تشبه الطاجين، منها حاجة كيما نعملو في افراحنا ومناسباتنا. هذا بعد ما طاب اللحم نتاعي وطابت المرقة والكسكسي وكل شيء، سقيت الكسكسي نتاعي وبديت نحط فيه، حبيت نحط صحين كيما نتاع العرس نتاعنا، نحط الحمص والزبيب من لوطة في حاجة ليش نكيلو بها. هذه الباركيت تاعي طابت، ومن بعد نحط الكسكسي ونقلبوه في الصحن ونزينو صحوناتنا. وهذه دبارتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما نحكي لكمش على البنة، والله حسيت روحي في دار عرس بالحق. ان شاء الله ايامكم كلها زينه، وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله ربي يفرج علينا الغمه، وان شاء الله ربي يفرج على الناس الكل. ونحس اللي بالحق محتاجين نفرحوا رواحنا بابسط حاجه، حتى باي حاجه يعني ابسط الامور. هذا صحاين لحبايبتي وصاحبتي ما نجمتش ناكل من غيرها. المهم عملت جو، كايني جو عرس بالحق، كايني صحن عرس. العروسات نتاعنا في تونس قداش متوحشتها وقداش بالطبيعة لهنا. نسيت السلاطة، انا نسيت السلاطة، ولا انا قاصة سلاطة وحطيتها في الفريجيديرة، ما نسيت ما حطيتهاش في الصحن خاطر كنت مضروبة خايفة لا ياكلوا من الصحن وما نصوروش معناها، فنسيت السلاطة ما يسالش هذا. المهم زدنا سلاطة بعد احنا وكلينا والحمد لله. وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله نشوفكم في وصفة اخرى. وما تنسيوش تشجعوني عادوا تدعموني وتشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وان شاء الله ايامكم كلها زينة. بسلامة.